السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى طلاب اولى ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما قلت لك كده هينزل لك فيديو يوم 30/7 في تفاصيل الشرح كلها بتاعه مادة الاحياء لاولى ثانوي. انا في الفيديو ده هعرفك تفاصيل الشرح، وهعرفك كمان المنهج بتاعك هتدرس فيه ايه، وهعرفك يعني ايه احياء اصلا علشان هي مادة جديدة عليك، فبالتالي انت مش عارف ايه هي. انت كنت بتاخد علوم، كنت بتاخد ساينس، لكن دلوقتي انت اختلفت. العلوم ده او الساينس ده اتقسم عندنا فيزياء، كيمياء. اول حاجه هقولها لك وهي تفاصيل الشرح. بالنسبه للشرح فاحنا هنبدا اول حصه هتنزل لك على القناه هنا هتكون يوم 10/8 باذن الله. يوم 10/8 ده موافق يوم السبت. اليوم ده احنا هنثبته معانا لحد اخر الترم، وبالاضافه كمان ليوم الثلاث برضو هينزل لك في فيديو يوم الثلاث اللي هو هيكون بعد يوم 10. فاحنا كده معانا يوم السبت ومعانا يوم ايه؟ يوم الثلاث. يوم السبت والثلاث هينزل لك فيديوهين، يعني انت كده ليك مني فيديوهين كل اسبوع. الفيديوهات دي مدتها لا تتعدى النص ساعة، يعني مدتها لا تتعدى 30 دقيقة عشان ما تملوش وعشان ما تحسوش بزهق، وانا عشان اقسم لكم المذاكرة بتاعتكم وعشان اساعدكم ان انتوا تنجزوا كتير وفي نفس الوقت تفهموا كويس وفي نفس الوقت ما تملوش من الفيديوهات. بالاضافة ان احنا كل ما هنخلص درس في مادة الاحياء ينزل لك فيديو حل للأسئلة بتاعت كتاب الامتحان اللي احنا هنستخدمه. طب بالنسبة يا مس للمواعيد اللي هتنزل فيها الفيديوهات، يعني الساعة كام بالظبط؟ بالنسبة للساعة فأنا مش هقدر أحدد لك ساعة بالظبط، عشان أنا ساعات النت أصلا بيعملها معايا فبيأخر الفيديو ما ينزلش في وقته اللي أنا محدداه. فعشان كده أنا هسيبها مفتوحة من الساعة 7 لحد الساعة 10. يعني أنت من الساعة 7 لحد الساعة 10 هتلاقي الفيديو بتاعي نزل في أي وقت من الأوقات دي، اللي هي المدة اللي من الساعة 7 لحد الساعة 10. الفيديو بتاعي هينزل يوم السبت او يوم الثلاث. بالنسبه للمكان اللي هنشرح فيه فاحنا اكيد مش هنشرح هنا، يعني انا مش هشرح لكم على الحيطه اكيد، فاكيد في مكان وهشرح لكم فيه يعني. فبالنسبه بقى للمنهج بتاعك، انا هدرس ايه في المنهج بتاعي؟ او خلينا في البدايه كده نعرف يعني ايه احياء. ايه هي ماده الاحياء دي؟ انتوا عارفين يعني ايه احياء اصلا بالانجلش؟ احياء بالانجلش يعني بيولوجي. بيولوجي دي بتنقسم لجزئين، عندنا بايو وعندنا لوجي. بايو دي معناها احياء، لوجي معناها علم او دراسه. فاحنا عندنا الكلمه كلها على بعض بيولوجي دي كده معناها ايه؟ معناها علم الاحياء او دراسه الاحياء. يعني ايه برضو دراسه الاحياء يا مس؟ دراسه الاحياء يعني انا هدرس اي كائن حي. يعني ماده الاحياء دي مختصه بدراسه كل الكائنات الحيه. يعني ايه يا مس كائنات حيه اصلا؟ كائنات حيه يعني زي حيوان، نبات، انسان، دي كلها كائنات حيه عايشه على الارض. تمام؟ يعني النبات ده كائن حي، الحيوان ده كائن حي، الانسان ده كائن حي. عندنا علم الاحياء ده بيدرس تركيب ووظيفه اي كائن حي. انا بدرس تركيب الكائن الحي ده وبدرس الوظيفه بتاعته. يعني ايه تركيب ووظيفه؟ يعني انا عندي مثلا الانسان ده انا بشوفه هو بيتركب من ايه. يعني بيتركب من جهاز هضمي، بيتركب من جهاز اخراجي، بيتركب من جهاز تنفسي، جهاز عصبي. كل الحاجات دي اسمها تركيب الكائن الحي اللي هو الانسان البني ادم. هيبدا بقى علم الاحياء ده يدرس لي وظيفه كل حاجه من دول. يعني انا درست التركيب، درست مثلا الجهاز الهضمي فهعرف الوظيفه بتاعته ايه. هضمي من اسمه جهاز هضمي، يعني ايه؟ بيهضم الغذاء. واكيد ليه حاجات تانية كتير بس دي هناخدها في سنة تانية ثانوي، يعني مش دلوقتي. الجهاز الهضمي عليكم كاملا في سنة تانية ثانوي، مش كان لينا عمر نكمل سوا فهنكمل. يبقى احنا كده هنختصر كل اللي قلناه كده في كام جملة بس عشان ايه ما تتلخبطوش وما تروحوش بعيد. ان احنا قلنا علم الاحياء او مادة الاحياء انجلش معناها بيولوجي. بيولوجي دي مجسمة لجزئين، بايو وايه ولوجي. بايو دي معناها ايه؟ قلنا معناها احياء، ولوجي معناها علم او دراسه. فعندنا الكلمه كلها بيولوجي معناها ايه؟ علم الاحياء. علم الاحياء ده قلنا هيدرس ايه؟ علم الاحياء ده هيدرس ايه؟ هيدرس كل الكائنات الحيه من حيث التركيب بتاعها ومن حيث الوظيفه بتاعتها. بالنسبه بقى احنا عندنا كام درس في المنهج بتاعنا؟ عندنا 10 دروس. يعني احنا الترم الاول هندرس في اولى ثانوي 10 دروس. ال10 دروس دول يعني هيتقسموا لباب اول وباب تاني. الباب الأول عندك هتلاقيه فيه 5 دروس، والباب التاني كذلك فيه 5 دروس. الباب الأول أنا هعرفك في الفيديو اللي أنا هنزله اللي هو الحصة التمهيدية اللي هو هيكون أول فيديو كشرح، هعرفك إيه هي الجزيئات البيولوجية الكبيرة. لكن دلوقتي أنا بديك كاختصار، يعني مش هشرح لك حاجة بالتوضيح لأن مش هو ده المكان اللي هنشرح فيه يعني. دلوقتي عندنا الباب الأول هتلاقي فيه درس الكربوهيدرات. أول درس عندك اسمه الكربوهيدرات.
الكربوهيدرات دي ايه هي سكريات، نشويات، وهكذا. تاني حاجة اللايبيدات دي اللي هي الدهون. الدرس الثالث هو البروتينات، والدرس الرابع الأحماض النووية، وهتاخد فيها حمضين الRNA والDNA. وآخر درس معاك في الباب الأول وهو الإنزيمات. ده بالنسبة للباب الأول كله. الباب الثاني هتاخد فيه الخلية وتركيبها ووظيفتها، يعني هتاخد الخلية وتركيبها ووظيفتها، ده في الفصل الأول. الفصل الثاني هتاخد فيه الأنسجة عندك بتتفرع لاتنين، يعني انت هتاخد درسين في الفصل الثاني، هيبقى فيه عندك أنسجة نباتية وأنسجة حيوانية. انتظر بس مني أول حصة، وإن شاء الله هنعمل شغل جامد قوي 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 مع بعض. أنا متفائلة خير بجد والله، ومتفائلة بيكم وفرحانة بيكم إن أنا هشرح لكم السنة دي. فيعني مش عارفة، بس أنا حاسة إحساس غريب وإحساس حلو في نفس الوقت، وبجد عايزة أعمل لكم حاجة عظمة وحاجة كويسة يعني تليق بيكم. فاطمنوا وطمنوني معاكم. نطمن بعض، يعني نطمن بعض. اوكي، لو في اي حد ما يعرفش مين مس منة محمد فعرفوه، يعني عرفوه، يعني خلي الكل يستفاد وخلي الكل يسمع الفيديوهات يا جماعة. يلا بقى، باي باي.